للبوليس يجي له فرصه انه يقفل ملف، هو ما عندوش اي فكره مين اللي موجود، ايه الخلفيه، اقفل، اوكي خلاص مع السلامه، شغل اقل. لهذا السبب بعد شهر اكتشفوا هو ايه اللي احنا عملناه ده، وضغط من العيله جامد. هو اللي قال لنا اي حاجه كان خلفيته ايه؟ طب هل في اي حد تاني شاف حاجه؟ ايه ده في ناس تانية شافت حاجات عكسيه بنسبه 100%. بعدما غادرت مبنى المديرين حيث كان من المفترض أن يعقد الاجتماع في هذا اليوم الذي وقعت فيه حادثة أشرف مروان، توقعت اتصال من سكوتلاند يارد ليتم التحقيق معي، ولكنهم اتصلوا بي بعد عدة أسابيع من الوفاة. أسابيع؟ نعم، شهر تقريبا. شهر تقريبا؟ نعم شهر تقريبا. يجب أن أراجع مفكرتي للتأكد، ولكن في الغالب بعد شهر. تعتقد لما هذا الوقت الطويل؟ إذ ربما كانوا سيغلقون الملف قبل أن يستجوبوا أي شخص لاعتقادهم أنها جريمة انتحار وليست جريمة لقتل الدكتور أشرف مروان. هل شعرت أن سكوتلاند يارد قد أخذوا شهادتك باهتمام، أم فقط للانتهاء من التحقيق وإغلاق ملف جريمة قتل أشرف مروان؟ حقا أنا لا أعرف تلك التفاصيل، ولكن من خلال اللقاء مع رجال الشرطة أخذت انطباع أنهم حقا جادين جدا، وأنهم يعتقدون أنه انتحار في الأغلب. ما نوع الأدلة المفقودة من سكوتلاند يارد في قضية أشرف مروان؟ ما نعرفه حتى الآن أن هناك بعض الأدلة مفقودة من قبل سكوتلاند يارد ولم يعثروا عليها حتى الآن. مثلا حذاء أشرف مروان، والذي كان من الممكن أن يحتوي على أدلة هامة تساعد في هذه القضية، مثل نوع الطلاء أو الأتربة العالقة به أو ما إلى ذلك، والتي تفيد في القضية. ومن الممكن أن تؤخذ لتأكيد نفي إلقائه من الشرفة أو قفزه بإرادته منها انتحاره يعني، وهذه علامة استفهام هامة جدا. أنا أريد أن أسمع من الشرطة البريطانية تقول لي أين الحساب. مش أنا اللي بحقق، ومش أنا اللي موجود على الأرض. مرة أخرى كل الاحتمالات واردة. هناك تلاعب حدث، يعني هل هو مثلا قصد من سكوتلاند يارد؟ هل هو أحد الناس اللي دفعت أنها تسحب الحذاء بصفته أحد الأدلة؟ هناك طبعا علامة استفهام كبيرة جدا على موضوع الحذاء، ولكن أنا تصوري أنه بفعل فاعل، ما هواش كان شيء غير مقصود. هو مقصود، يعني فقدان الحذاء كان شيء مقصود. أنا رأيي أنه هو سكوتلاند يارد كمؤسسة بتستخدم في عملية التغطية على الحدث وإظهاره بصورة معينة أو تبريده أو إنهاء الاهتمام به. بفرق ما بين التقصير وما بين يعني التحكم في حركة سكوتلاند يارد أو أي جهة. يعني لما بيبقى في عملية مخابراتية بتتم بشكل متكامل، لها علاقة بالعمل اللي تم، التغطية عليه، كيف تتم، هل كل الناس في سكوتلاند يارد عارفين ان هم بيقولوا الدور ده او مش عارفين؟ دي حاجات يشق عليا ان انا يعني اعرفها، ما عنديش معلومات. انما البصمات اللي واضحة هي تتلخص في التالي: حصل عملية قتل، في حد عايز يغطي على ايه اللي حصل فيها. دمروا أدلة. زي ايه؟ زي حاجة مهمة جدا، الجزمة بتاعته. أنا كلمتهم، أنا جيت مصر يوم السبت، استلمت حاجات والدي يوم الجمعة، خدوا الخاصة، هدومه والشنط اللي كانت في العربية اللي كان مسافر بيها. فأول ما روحت قلت لهم، كلمتهم في التليفون، قلت لهم انتوا ما اديتونيش الجزء. وانا بستلم الحاجه اكتشفت ان بيدوك الحاجه في اكياس مبرشمه، ان الكيس اللي فيه الاجندات بتاعت ابويا كانت حياته 5 اجندات صغيرين، وكل 1 يناير كل سنه
يجيب الاجندات السنه اللي بعديها وينقل كل المعلومات من القديمه للجديده بنفسه ويحتفظ بالقديمه. الكيس ده البرشام كان مقطوع اللي هي في الاجندات بتاعته. سالت البوليس ليه لعبتوا في الادله؟ بصوا لبعض وقالوا ما نعرفش، احنا سلمناها في المخزن تحت متبرشمه، دلوقتي هي جايه البرشام مكسور. طب في حاجه ناقصه؟ ما نعرفش. طب لو سمحت أيد ان انت لعبت في الادله. فأيده. فانا ما اعرفش دي الاجندات كلها ولا في اجنده ناقصه ولا في ورقه طايره. لما روحت قلت له جزمه والدي انت نسيت تديها لي. قال لي طب ممكن نستنى لغايه يوم الاثنين، اصل احنا الجمعه بعد الظهر دلوقتي فداخلين على الويكند، فهضطر انزل حد من البوليس من بيته لسكوتلاند يارد عشان يبص لك في المخزن. قلت له ما فيش مشكله. جينا مصر، الجنازه كانت يوم الاحد، اتصلت بيهم الاثنين، قلت له لو سمحت الجزمه. قال لي متاكد ان احنا ما اديناها لكش؟ قلت له طبعا متاكد، عشان كده كلمتك يوم الجمعه وانت نفسك اعترفت. قال لي طب احنا عندنا مشكله احنا مش لاقيينها. قلت له يا فندم. قال لي مش لاقيينها بس ان شاء الله هنلاقيها. بعديها ب3 ايام قالوا لقينا الجزمه. قلت الحمد لله. بعديها ب3 ايام احنا ضيعنا الجزمه تاني. بعديها بيوم احنا دمرنا الجزمه بالغلط. انت هتقول ايه بقى؟ ده البوليس سكوتلاند يارد. طب انت بتخبي. طب ايه مبرراته؟ احنا اسفين واحنا عارفين ان دي هتبقى مشكله في التحقيق، بس الجزمه ضاعت وبالاصح الجزمه اتدمرت واحنا بنعتذر وما عندوش مبرر. عيني عينك. طب الادله اللي انتوا لعبتوا فيها ما نعرفش حصلت ليه. طب مين اللي عمل كده؟ ما نعرفش واحنا اسفين. عيني عينك. فقط بعد كده واحنا كعائله حطينا ضغط عليهم وشهود جداد طلعوا واكتشفوا مين ده، اكتشفوا لا احنا لازم نبتدي نعمل انفستيجيشن. بس السبب يعني هم مش عايزين بعد ضغط. يعني واضح انه في محاوله ما انه القضيه ما توصلش لحاجه. يعني هم لقوا موضوع الانتحار مش ماشي قوي، فبقت القضيه انه يبقى الموضوع عمليه القتل غامضه او مظلمه. اعقد شغل هو شغل اللي هو بيسموه اندر كفر اوبريشنز اللي بتتم عن طريق مخابرات. دي عمرها بتبقى ما تبانش غير شرعيه، بتبان انها شرعيه انما هي في الواقع غير شرعيه، بمعنى انها تسعى الى اخفاء شيء معين. دي لها متخصصين حتى جوه اجهزه المخابرات. يعني انت ساعات دي يجيبوها في الافلام بمعنى المادي للكلمه، اللي يقول لك ذا كلينرز، الناس اللي بيجوا ينظفوا مكان الجريمه بعد ما بتتعمل، بيشيلوا الدم ويمسحوا البصمات والحاجات زي كده. انا رايي في كلينرز، ناس بتنظف في عمليات الشرعيه والقانونيه اللي داخله في قضيه ما، ودول متخصصين ازاي تفسد تحقيقات بشكل او باخر. أستاذ أمجد، أنت كمحامي هنا في بريطانيا كيف تقيم مسار التحقيقات في قضية مقتل الدكتور أشرف مروان؟ يعني الشيء المفاجئ في القضية اللي بتتعلق في وفاة المرحوم أشرف مروان إنه البوليس أغلق ملف التحقيق، الجهات التحقيقية أغلقت ملف التحقيق مبكرا، وبالتالي هناك إجراء بنقل الملف إلى القاضي التشريعي، وأعتقد ابتدأ البحث في عملية